ضيعتِ بقى وقت طويل جدًا وأنتِ بتقوري الكوسة وتعمليها بالطريقة العادية، وكمان ممكن واحدة تطلع معاكِ سليمة وواحدة تانية وأنتِ بتقوريها تتقطع معاكِ. انسي بقى الحوار ده كله، وكل اللي عليكِ إن أنتِ هتجيبي كيلو من الكوسة تكوني غاسلاها كويس، وبعد كده هتشرطيها بشوكة وهتحمريها بقى في شوية من الزيت لحد ما تاخد اللون الدهبي الجميل. هتصفيها وتركنيها على جنب لحد ما تبرد معاكِ. هتكوني بقى مجهزة طاسة فيها معلقتين كبار من الزيت، هتشوحي فيها حوالي 200 جرام من اللحمة المفرومة، ما تزوديش لحمة مفرومة كتير. وبعد كده أول لمّا اللحمة المفرومة لونها يتغيّر معاكِ، انزلي عليها بقى ببصلة مفرومة، وبعد كده بقى ضبّطي كمية الملح، شوية من الفلفل الأسود، شوية من البابريكا، وكمان شوية من ال7 بهارات. أول لمّا البصلة تدبل معاكِ، ابدئي بقى إن أنتِ انزلي عليها بحبّاية من الطماطم مبشورة. حقيقي الطماطم المبشورة مع عصاج اللحمة المفرومة بتفرق جدًا في الطعم. غطّي بقى كده على اللحمة وسيبيها كده حوالي 3 دقايق بحيث إن هي تستوي معاكِ. وأول لمّا اللحمة بتستوي معاكِ على نار وسط، يعني إيه، خلّيها كده إيه تتشرب السوائل بتاعتها، وعلّي عليها شوية بحيث إن السوائل تنشف من عليها. كده كمان اللحمة بقت جاهزة معانا، وكمان الكوسة بعد ما بردت معانا تمامًا، هناخدها بقى وهنبدأ بالسكينة إن إحنا نقطّعها. وخدي بالِك وأنتِ بتقطّعيها تقطّعيها بالراحة علشان ما تتقطّعش معاكِ بالكامل. وابدئي بقى إن أنتِ تحطّي فيها الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة لحد بقى إيه ما بتخلّصي الصينية كلّها. بعد ما بتخلّصي الصينية كلّها تجيبي كده حبّاية من الطماطم وتقطّعيها لجزئين أو 3 أجزاء، وتبدأي كده إن أنتِ تضيفيها في الصينية في النُص، أو لو أنتِ عندِك كمية يعني كوسة كتيرة بلاش تضيفي إن أنتِ تضيفي الطماطم أو على حسب الرغبة. اركنيها بقى على جنب وجيبي أو هنجهّز الصوص، وده بيبقى عبارة عن ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الزبادي، وكمان معلقتين كبار من الصلصة المُعلبة، عليهم كمان فصّين من التوم، طبعًا التوم هنا مهروس، وكمان كوباية ونُص من المَيّة. تقدري تخلّي كمية المَيّة كوبايتين من المَيّة لو أنتِ بتحبي إن الصوص يكون كتير معاكِ. هتضبّطي بقى شوية من السكر، رشة بسيطة من السكر، وشوية من الملح، وكمان شوية من الفلفل الأسود، وكمان شوية من ال7 بهارات. وتقدري هنا تاخدي الصوص ده زي ما هو وتضيفيه على الكوسة، أو تعملي زيي تاخدي الصوص وتسخّنيه شوية على النار لحد ما يغلي معاكِ، وبعد كده تضيفيه على الكوسة. المرحلة دي بتخلّي الكوسة ما تاخدش معاكِ وقت في التسوية. بعد كده هتغطّيها بقى بورق فويل، وهتدخّلي الصينية دي فرن سخن درجة حرارة 200 على أول رف بعد الصاج من تحت. بتاخد معانا كده حوالي 20 دقيقة، 25 دقيقة بتكون استوت وبقت زي الفل، وتقدري تشغّلي عليها الشواية آخر دقيقة. طبعًا الكوسة الجميلة دي بتقدّميها كده جنب طبق رز، ويا سلام بقى كمان كده على شوية من سلطة الطحينة. أمّا بقى الصوص اللي بيبقى موجود مع الكوسة ده بقى بيودّي الطعم في حتّة تانية خالص. عايزة أقول لكم طعمها لذيذ، وأحسن بقى ما تقوّري الكوسة وتضيفي فيها اللحمة أو الحشوة اللي أنتِ عايزاها. الطريقة دي سهلة وبسيطة، ما بتاخدش أي وقت نهائي، وكمان طعم الكوسة فيها حلو جدًا ومميز أوي. وباتمنى بقى هنا لو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش على أختكم بلايك، وربنا يحسن ما بين إيديكم وقدموها بألف